اشمعنى الناس طبخت الكوسه ولا طبختش الخيار؟ ده دليل على ان تجارب كتيره قوي مره. هم زي بعض. وطبخت الملوخيه ولا طبختش النعناع مع ان النعناع احسن منها. طب بالله قولوا لي، من الذي اهتدى الى حكايه الرغيف اللي بناكله ده؟ لو عرف ان هو واخد تجارب الناس من اول ادم، تجارب الناس من اول ادم اليه علشان يدوله الرغيف ده. لان تصور بقى ازاي اتعمل ان الحب يتاخد كده، وبعدين ايه اللي هدى الانسان انه يقعد ايه يطحن وبعدين اللي هداه انه يعمل له منخل، واللي هداه انه مثلا مره يعجنه كده ويجي يخبزه يقوم يلاقيه ملوش طعم فطير لسه ما خمرش، وبعدين لا شك ان هو ساب مره حته عجين وبعدين ايه شغل عنها باي شاغل. الست عماله عجنت وجت تخبز ما لحقتش تخبز العيش قبل ما كانش يعرفوا خميره ولا بتاع، وبعدين شغل عنها ولدها عيط ولا جرى الحادثه فسابت القطعه العجين، وبعدين جاءت لها مره اخرى فوجدتها ايه أبة كده وخمرانه كده. لما خبزتها طلع عيش كويس، قالت الله طب وليه ما نعملش دي؟ ما هو الذي قدره فهدى، قدر فهدى، والا تيجي ازاي دي؟ ازاي يعني تيجي؟ مش ممكن، تجربه طويله. يعني لما تشوف مثلا الواحد لما يجي ينظف ثوبه، لو انه هو ظل يسلسل نظافه الثوب من اول ادم كان يعرف ان كل واحد سبقه في الوجود اداله مرحله من النفعيه الى ان يصل الى الغساله اللي بتغسل له الثوب ده. كل دي جت بهدايات الله. يجي الخاطر كده يهدي الله. فما دام خدمت بالناس دول كلهم من اول ادم الى النهارده لازم تبص تلاقي هتقدم للي جاي ايه. ما تبقاش تنبل في الحياه، تاخد خير غيرك كله كده في الوجود، وبعد ذلك انت تقعد علشان ما تديش ايه، ما تديش اي حاجه ابدا. لازم يكون لك عطاء زي ما خدت من بيئتك، لازم تدي الايه البيئه. ولو لم يوجد هذا لما ارتقت الحياه.